النهارده احنا هنستعرض اهم اضافات التحديث الجديد في فوتبول وكمان اهم الباكجات يعني وكده. يا جدعان قبل ما نبدا كده متنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم يا رب، وتحط لك بقى في الفيديو دوت لو عجبك وتشوف في القناه وتفعل زر التنبيهات والكلام الجميل ده كله. مبدئيا يا جدعان زي ما انتم شايفين دي الواجهه الرسميه بتاعت اللعبه، ما حصلش فيها اي تغيير او حاجه. تعالوا كده يا جدعان نبدا باول حاجه الا وهي ضربات الجزاء لان عليها تعديلات كتير. شايفين يا جدعان عندنا في اول لفه المره اللي فاتت كان نيمار لو انتوا فاكرين، هنا عندنا ريبيري نازل اي ام اف وهو كان مع فيورنتينا تقريبا. وعندك هنا في نص الدوري كده زي ما انت شايف دي هديه، يعني الهديه ديت هتكون لعيبه زي الايكون ليجند بتوع السنه اللي فاتت. زي ما انت شايفين عندك صلاح بالمر اوبلاك، كمان نسخه مميزه من بيكهام وتوني ادمز وكارفاخال كمان، فلعيبه اسطوريه يا جدعان بصراحه، ونازلين بطاقات كويسه برضو. فدي يعني فتحه برضو من الفتحات اللي احنا هناخدها، فمرة هتكون فتحة من ديت ومرة هتكون فتحة على ديديه دروجبا نسخة جالاتا سراي اللي هي لعب فيها في نهاية مسيرته وكده. نازل يعني عنده 36 سنة، يعني حاجة في منتهى التلاجة، ولكن ممكن يكون كويس يعني فاهم. احنا عارفين طبعا نوعية اللعيبة اللي زي دروجبا يعني. وعندك ايزاك وكوناتي وفيكاريو وسابيتزر. وعندك هنا من كوينز. بصراحة يا جدعان يعني الباكجات او ضربات الجزاء عليها تعديل رهيب في الجوائز. الجوائز بقت احسن بكتير من السنه اللي فاتت. فيلا بينا على اللي بعده. وكده عند المهمات كده يا جدعان هتلاقوا حاجه اسمها رفع المهاره عليها صوره ميسي كده في اول حاجه، ودي عباره عن مهمات بتعملها باصات بقى وحاجات كده بيدربك عليها. زي ما شايف هنا هديك تدريب، وهنا ارنولد، وهنا 50 كوين وموجود ترشيح كده، فانت العبها يعني برضو هتجيب منها حوالي 100 كوين وشويه حاجات كده مهمه برضو يعني يا جدعان. وهنا عندك حاجة اسمها تذكرة المباراة اللي هي الماتش باس. عندك فيها هنا كومان في أبو 500 وأبو 1000. عندك فيه باكيتا. تمام، يعني مفيش إضافات برضو جديدة على الماتش باس، نفس الجواز يعتبر. فده كان الماتش باس اللي معانا. وعندك هنا بقى مهمات خاصة ببداية اللعبة يعني وكده. زي ما شايف هنا عندك مهمة اسمها البداية اللي هي خاصة ببداية اللعبة وكده. طبعا كان في مهمات بتاعك فتحات كده على باكج برشلونة وبايرن اللي احنا هنشوفهم دلوقتي. هنا عندك 50 كوين وشوية جوايز كده يعني، جوايز كويسة برضه يا جدعان، العبوا المهمات ديت يعني. وعندك هنا في المتجر عروض على الكوينز، وهنا عندك نقط الاي فوتبول منزلوش فيها أي حاجة جديدة. عندك هنا بقى الحزم ركز فيه، عندك حزمة ميسي ونيمار الاتنين ب1800. طبعا المدربين يعني ستوشكوفيتش وديلافوينتي لسه موجودين في الباجات. فعندك ميسي 100، ده في الأوفر ريت العادي من غير بوستر، يعني ممكن يكون مثلا بيوصل 105. عندك معاه ماكاليستر ديونج ديمبلي الفاريز فابيان رويز، يعني باكج رايق قوي يا جدعان بصراحه. انت ممكن تلعب في الباكج دوت باربع خمس لعيبه مثلا، ممكن يوصلوا لستة كمان يعني. هنا عندك باكج نيمار، عندك في برضه لعيبه قويه. عندك نيمار بيوصل حوالي مثلا 103 او 104. وعندك ماركينيوس حكيمي دوناروما تشافي سيمونز كونو جمارايش، يعني باكج كويس برضه، ولكن باكج ميسي اقوى طبعا. فدي كانت الباكجات اللي معانا. نيجي بقى الباكجات يا جدعان. زي ما شايفين اول حاجه عندنا هنا نسخه شو تايم مجانيه من ميسي، انا كنت نستلمها. دي مجانيه لكل اللي حملوا اللعبه حرفيا، اي حد حمل اللعبه او عمل تحديث يعني هيجيله ميسي. فخلينا في السريع كده. تمام، دي لنا الليو. الكارت ده يا جدعان بالمناسبه يعتبر من احسن الكروت المجانيه لميسي. وعندك معاه شويه لعيبه 5 قرون سون فالفيردي اكانجي، يعني لو انت لسه بادئ اللعبه فاهم هتبقى حاجه غاليه قوي بالنسبه لك. فعندنا هنا كمان يا جدعان باكج نجوم اسبوع، في رونالدو وفي رايس، باكج رايق قوي يا جدعان بصراحه. عندك في كمان موسيالا والفاريز وفران توريس وجابريel ماجالايش ودي ماركو ومودريتش ورونالدو، باكج رايق قوي. يعني انت اسوأ واحد جالك هو اكتر كوبلو. بالمناسبه يا جدعان اللعيب دوت جاب هاتريك اصلا فاهم، مش عارف منزلينه ليه اقل لاعب في الباكج، بس هو لاعب يعني اسطوري، هتلاقيه اسطوري معاك كده في ارض الملعب. فباكج رايق. وعندك برضه شمايكل الاب، فباكج رايق برضه يا جدعان، باكج نجوم الاسبوع دوت. وهنا عندك باكج برشلونة، عندك في كوندي، عندك انسو فاتي فران توريس بالدي. طبعا انت خدت نسخة مجانية من ليفا تبع الباكج دوت. وهنا الباكج دوت عندنا فيه هاري كين
وباميكانو، جوريتزكا، وانت خدت برضه نسخة مجانية من الباكج دوت، كارت مجاني الا وهو كارت سنيه اللي بيتضاف له مهارة هشرحها لك كده قدام. وهنا عندك باكج فيه 100 لاعب هايلايت وايبك بوستر والكلام ده. ليه؟ في هدية ليه. الهدية بتكون على حسب عدد عقود التجديد اللي كانت معاك. انت لو معاك 50 هيجيلك 50 فتحة مجانية. انا كان معايا 2 بس للاسف، لان اصلا اللعبة ما اعلنتش على الحوار دوت، فحاجة تضايق بصراحة، ولكن معانا فتحتين. يعني الباكج فيه لعيبة كتير قوي يا جدعان جامدة، عندك فان ستروي، باريزي، ديفيدز الى اخره، يعني فيه لعيبة كتير قوي. حتى اللعيبة العادية عندك هالاند وفان دايك ورودري، يعني الباكج كله جامد. واعتقد يعني هو فيه شوية لعيبة 4 نجوم بس تحت في الاخر. يعني عندك هنا بالمر كمان، يعني باكج مش سيء اطلاقا يا جدعان. وهنا بقى عندك كمان عود ترشيح للعيبة اللي هم ماهرين وكده، الدريبلر. عندك في تريشتيجن، والمناسبة يا جدعان تريشتيجن نازل بالسبيشال دبل تاتش، لو جيت شفت كده معاه السبيشال دبل تاتش. طبعا لعبة عربي فانا مش هتفهم أوي، ولكن هو معاه سبيشال دبل تاتش وستونز وفيتينيا وإسكو ونيلسون سيميدو ومادويكي. فهتعمل فيديو مخصص إن شاء الله للباكج دوت. وهنا عندك شوية باكجات تعود ترشيح ولكن ملهاش لازمة أوي، فتعالوا نفتح الفتحات كده. نبدأ مع باكج برشلونة مثلا. شوف كده مين اللي هيجيلنا. يلا نعمل سكيب. وجالنا بالدي، اوكي، معتقدش انه هيتجرب بصراحة. نخش على باكج البايرن ونتمنى هاري كين، الكارت ده كويس على فكرة. بسم الله. وريني. وأوبا ماجواير أو أوبا ميكانو. ماشي. نيجي بقى يا جدعان الباكج المجاني ده نخليه في الآخر كده، نديلنا واحدة ب100 كوين. لعل وعسى يطلع لنا الدون إن شاء الله. طبعا يا جدعان رونالدو معاه بوستر بيوصل حوالي 100 في التشكيلة. تمام، مش هخضر من بره، ولكن إن شاء الله خير خير يا جدعان. كده كده أعتقد الباكج كله 5 نجوم يعني. مين جالنا 7؟ رونالدو. أوه لا لا، أنا ما استوعبتش يا جدعان. من كتر الصدمة يعني قلت 7 ده مين ده؟ واو، أخيرا الدنيا جالي في باكج رايق كده. أخيرا يا جدعان. طبعا مش هيفتح عليه تاني، ملوش أي لازمة دلوقتي خلاص. أنا فتحتين على باكج الإيبك. نتمنى أي لاعب إيبك فاهم يعني، لعبة طردنا كده بأي حد. بسم الله. وأخضر من جوه إن شاء الله تصفر بعدين. بسم الله. ما اصفرتش، ده هايلايت عادي. وجالنا تيتي. من هو تيتي؟ لا أعلم. RB 81. فضلكم يا شباب ادوني تصويرة للأسطورة تيتي. يلا الباكج التاني. بسم الله. أيوه. إن شاء الله تكون شكلها عادية خالص، مش عارف. بسم الله. اصفر بقى. للأسف هايلايت. اوكي رودريجو. رودريجو، طب ايه الكارت ده؟ وريهولي طيب، يمكن يكون كارت حلو. اوكي باكج دوري اسباني عادي، ولكن هنجربها يا جدعان، هنجرب يجي فيديو النهارده. تمام زي الفل اوي. تعالوا بقى نشرح ميزة البوستر الجديدة. يا جدعان مبدئيا كده ميزة البوستر الجديدة مش بتفعل على أي لاعب، بتفعل على لاعب زي مثلا ميسي كده اللي أنت شايفه قدامك دوت. في علامة بوستر سودا كده جنب البوستر الأزرق بتاعه. فديت معناه إنك تقدر تضيف البوستر زي ما أنت شايف. هتلاقي في حاجة اسمها تصنيع القوة، لو أنت عاملها بالعربي على علامة بوستر كده هتدوس عليها. زي ما أنت شايف هنا في علامة، في بوستر أخضر عادي وفي بوستر أخضر في أبيض كده، فاهم؟ فالبوستر الأخضر العادي بيضيف لك بوستر، ولكن بوستر عشوائي بواحد. انما ال100 من ديت من التانية بتضيف لك بوستر انت اللي هتحدده. يعني مثلا لو جينا ضفنا لميسي بوستر عادي كده مثلا، هيجي لك بوستر ايه؟ البراعة مثلا، اللي هي اسيستات والكلام ده، على ما اعتقد بتزود ايه؟ القوة ومش عارف ايه يعني، تزود التمرير وكده. ممكن مثلا يجي لك البليدز كيرلر، مهارة عشوائية، فاهم؟ انما ديت البوستر التاني اللي هو ابو 100 دوت، هتقدر تضيف البوستر اللي انت عاوزه. فدي ميزة اسطورية حرفيا. فتعالوا بقى نجرب كده اللعيبة. نجيب اللعيبة اللي هنجربها. أول واحد دون، ممكن نجيبه مكان ليفاندوسكي مثلا، وننزله هنا مكان ألان. ونجيب تاني لاعب، يعني هات رودريجو، نبقى نطوره بعدين. هاته مثلا مكان لامين يامال.
ونجيب بما ان ميسي يا جدعان حالته سي، ومعانا ميسي اصلا، اوكي نجيبه مكان ميسي العادي. ونجيب كمان لوروي ساني. مش هجرب ليفا يا جدعان لان ليفا كروته بتبقى تقيلة اوي. ممكن نجيب ساني مكان واحد مثلا زي ايزاك. تمام، تعالوا بقى نطور اللعيبة. نبدأ بميسي، نديله كده تدريب. روح يا باشا. طب يا جدعان طورنا ميسي زي ما انتم شايفين، تطوير اوتو. وزي ما انتم شايفين دي دقاته 90 واحد 99. تحكم بالكرة، جري بالكرة 98. تايت بوزيشن 97 و92 تمريرات. وتمريرات مرتفعة 85. فينش 86. لا كارت رايق. الكتير اللي عنده 93 و92، اللي هو التسديدة اللي هي من بعيد يعني. 90 تسارع، مشكلته بس في السرعة كالعادة زي كروت ميسي. والبالانس اللي هو التوازن 96. طبعا حاطين له بوستر. وعنده معظم انواع التسديدات كمان، وعنده سكيلزات في الباصات. فكارت اسطوري برضه يا جدعان، وبيوصل 101 زي ما انتم شايفين. ممكن ننزله كده مكان صلاح، او ننزله مهاجم برضه يا جدعان عشان محتاجين نجرب معظم اللعيبه. واد مثلا سانيه كده نطوره يا جدعان. اما نشوف طاقات سانيه كده. جناح غزير الانتاج اللي هو بروليفيك وينجر 96. جري بالكوره 92. تحكم 81. وعي انهاء هجمه 80 كويس بالنسبه لجناح. انحناء 91 رايق. 86 تسديد الركنة ماشي. 95 سرعة. 96 تسارع. 93 كيكنج بار أسطوري. والبالانس 82، يعني هتلاقيه بيتزق كده من على الكورة شوية. وطبعا بيتضاف له بوستر. عندك شوية مهارات في التسديد والتمرير، فزي الفل ثانية. ومعانا كمان يا جدعان رودريجو، لازم برضو نجربه يا جدعان. تعالى يا عم رودريجو نطورك. طبعا معانا بطايق زي ما شايفين ما بتتعدش يعني، ما شاء الله. ماشي زي الفل. رودريجو اتطور. تعالوا نشوف كده. رودريجو ده بيوصل 100 على ما اعتقد 99، ولكن اوكي مش مشكلة. ممكن نبدأ مثلا برودريجو ونشوف مين اللي سامه احسن وهنبدأ بيه. فاعتقد دي يعني اللعبة اللي المفروض نجربها. الباقي ما اعتقدش بصراحة ان هو يستحق التجربة يعني. ف يلا بينا يا جدعان على الديفيجن. بالمناسبة يا جدعان قبل ما نخش على الديفيجن، عندك هنا حاجات جديدة في الرسومات. عندك رسوم اللاعب اللي هي شكل اللاعب على ما اعتقد او حاجة. عندك في قياسي وفي مرتفعة لازم تحمل لها موارد وكده. ولو تليفونك شغال عادي ومش هيعلق فشغالها عادي. وهنا البيانات عادي مرتفعة وقياسي، فنخليها قياسي كده بس عشان ما يبقاش في أي لاج واللعبة تبقى سلسة. فتمام، يلا بينا كده نكمل. طبعا يا جدعان قبل ما نخش في الديفيجن حابين بس كده نجرب اللي هو حوار الماتشات اللي هي الأوفلاين خالص. عاوزين يعني نشوف. طبعا هنا عندك الفرق كلها. كنت بقول لكم عاوزين نشوف الحوار التلج والكلام دوت. فتعالوا نختار مثلا نادي زي ريال مدريد. تعالوا كده نخش ونختار ريال مدريد نشوف. اعتقد يا جدعان اننا بنحدد دوت من خلال الاعدادات. لا مش من هنا، من هنا بالظبط. فين الوقت؟ ليلة ده بالليل. الموسم نخليها الشتاء. والطقس هنا زي ما تشوف ده ثلج او ممطر، فانا بصراحة حابب اجرب الثلج. فتعالوا كده يا جدعان نجرب التلج. جدعان بصراحة اللعبة ابدعت في التلج ده، حاجة رايقة. وزي ما شايفين يا جدعان برضو الحكم موجود في أرضية الملعب مع اللعيبة كده، فاهم؟ ود واحدة يا مبابي. لا يا جدعان التلج رايق رايق رايق، يعني تحس إنك بتلعب لعبة على البي سي كده، فاهم؟ رايق أوي يا جدعان. عايزين بس نجيب جون كده قبل ما نخرج. حبيب قلب مبابي نفس الكورة. طب ودي أوبا. فيا جدعان تعالوا كده نجرب وضع المطر كده في ماتش تاني. تحت كده نخليها الطقس ممطر. تمام. طبعا في حاجة برضه واقعية، انك لو حطيت صيف مش هيبقى فيه تلج، فاهم؟ انما لو حطيت شتا هيبقى فيه تلج. فتعالوا كده نجرب الممطر كده. اوكي الدنيا بتمطر، فاهم؟ بتحس ان الجرافيك اعلى في الممطر مش عارف ليه. ودي واحدة كده لمبابي.
راح امبابي والهدف. تعالوا كده يا جدعان نشوف القعدة فيها مطر. اوكي القعدة فيها مطر خفيف كده بس برضه أجواء رايقة والله، يعني لو بتلعب فاهم ماتشات أوفلاين كده من غير إنك تتسلى يعني. فتعالوا بينا يا جدعان بقى نخش بقى على الديفيجن واللعب الجد يا جدعان. طب يا جدعان زي ما انتم شايفين جالنا 3 شوط، تعالى كده نخش الماتش. جالنا بايرن ميونخ معاه قوة فريقه 3125، فشكلها تشكيلة قوية قوي، ربنا يستر. تشكيلتنا ودي الأسهم رونالدو عالي ورودريجو وكمان سانيه عالي، ولكن يعني ممكن نخلي سانيه مثلا الشوط التاني. ممكن ننزل لويس دياز مكان نيمار، الإنسان بتاعه عالي يعني. ودي التشكيلة اللي هنبدأ بيها يا جدعان. نروح نشوف تشكيلة الخصم اللي قدامنا. تمام، مع ميسي 105، بيريز، فودن، وايت، جابرييل وتيري تشيكن في الحراسة. لا يا جدعان معاه تشكيلة قوية أوي بصراحة، فيلا بينا على الماتش. لويس دياز، لويس رونالدو، رونالدو راح، رونالدو انطلق والكورة عند ليو جول. الهدف الأول من ميسي، جون بعنوان الجوتس، المعيز يا جدعان، رونالدو ميسي، مفيش كلام تاني. حكيمي، حكيمي وما زالت الخطأ من حكيمي، والعرضية والهدف. أوه لا لا يا مبابي، كورة ما زالت. دافيد ألابا والعرضية، ارحمني يا خصم، والكورة تشيك والهدف. يا لازم تخش فاهم يعني، تخش عافية. مودريتش، مودريتش، رودريجو، رودريجو، ميسي، ميسي والارتو، ميسي وبعيدة. تشواميني والحارس، ايه يا اسطى ده يا اسطى. يا جدعان نعمل تغييرات، ننزل سانيه مثلا مكان رودريجو. هات نيمار، فين نيمار؟ هات نيمار مكان لويس دياز. ما اعتقدش ان اغير ميسي ورونالدو يا جدعان بصراحة، فاهم ما يستحقوش انهم يتغيروا، فيلا بينا نكمل الماتش كده. كورة مشيت مع الخصم ومش ممكن، وتشيك وتشيك ينقذنا الحمد لله يا جدعان، يعني مشيت معاه بطريقة غريبة بصراحة. تمام، ده ضافوا القناع على تشيك. اعتقد ان هو مكانش متضاف او يعني شكله بقى احسن يعني، فتمام نكمل. دفاع، ميسي، ميسي، نيمار، نيمار ورونالدو، رونالدو وميسي مش اوف سايد. ميسي راح، ميسي 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 والتسديدة، يا ليو ما صارت. يا ليو، مش عارف ميسي ضيع ازاي يا جدعان، ولكن على العموم يعني ماتش اول انتهى بنتيجة 1-1. كان ماتش كويس يعني بصراحة، فيلا بينا نخش على الماتش التاني. تمام يا جدعان، جالنا خصم حوالي 4 شهور أو 3. تعالوا كده نشوف تشكيلته. معاه 3135 فوت تشكيلة، فربنا يستر. هنا يا جدعان عملنا تعديل بسيط على الخطة، خلينا ميسي ام اف فاهم عشان ايه؟ يعني حاسس انهم مهاجمين، وكمان ايه عشان يبقى اسلوب يعني متناسب مع المركز، وكمان حسيتهم الاتنين مع بعض قدام ميسي ورونالدو. مش عارف، مستش ثنائية كويسة. هنا دي الدكة. تعالى مثلا ننزل ثانية أساسي عشان السهم بتاعه عالي. ما أعتقدش إننا هننزل حد تاني. تعالى بقى نشوف تشكيلة الخصم اللي قدامنا. تمام، معاه ميسي 105، مش عارف ليه حاسس إن كله بقى معاه ميسي، يعني ماشي. معاه بلاتيني، معاه تشافي، رودري. ماشي، تعال نشوف الدكة. معاه كامافينجا، يعني تشكيلة قوية أوي يا جدعان. معاه دي بروين كمان، فيلا بينا على الماتش. ميسي وما زالت كانسيلو والتسديدة، وكانسيلو يا جدعان يعني لا رودريجو سجل ولا رونالدو، كانسيلو الظهير الهداف حرفيا زي الفل يا عم كانسيلو. ايوه، وجليتش سونتر ناجح أم ماذا؟ والسونتر الناجح، ولسه ما زال جليتش سونتر في بيس 2025، فتمام جدا اللعبة زي الفل. اوه لا لا، وانفراد من بلاتيني وتشيك ينقذنا الحمد لله. ورو كانسيلو، كانسيلو الدون والهدف الأول لرونالدو. زي ما انتم شايفين ادينا السي عم الدون زي الفل. وقت ما كملش مش عارف ليه، ولكن مش مهم. كانسيلو جون واسيست رونالدو الهدف الأول ليه معاه. كرة دي ماريا عرضية أسطورية وجابريال بالدفاع. كورة اسيست أسطوري، الدفاع المفتوح الأسطوري والهدف التاني الخصم. يعني دفاعنا غريب تايه كده يا جدعان.
كورة اسيست اسطوري الدفاع النائم. يا جدعان حرام والله، شفتوا ارنولد عمل ايه؟ يعني مش فاهم والله ايه الدفاع ده، دفاع زبالة. كورة ليا وليا والدفاع مش ممكن والحارس وما زالت وتشيك يتألق. يعني خسرنا بسكريبت واضح واضح فاهم في الشمس. فعلى العموم يا جدعان ولا يأثر فينا، يلا بينا نخش على الماتش اللي بعده. طبعا يا جدعان زي ما شايفين جالنا خصم 4 شرط، تعالوا كده نشوف قوة فريقه. تمام، جالنا ام كي 3131 كود تشكيلته، فربنا يستر كده يا جدعان. تمام، دي الأسهم عندنا كريستيانو أعلى حاجة. فينا مثلا حكيمي مكان أرنولد، وأعتقد كده تمام. ممكن بس كده ندي تعليمات لحكيمي إنه ما يتقدمش، لأن زي ما انتوا شايفين يعني الدفاع عندنا شوربة خالص، فندي تعليمات لحكيمي إنه ما يتقدمش. ولا بينا كده نشوف تشكيلة الخصم. في معاه ميسي الجديد، معاه ستيشكوف، معاه جودي دوت على ما أعتقد، معاه نيلسون كافو ساكا كفارا. يعني تشكيلة قوية جدا يا جدعان. فيلا بينا على الماتش. ميسي تو ميسي، راح نيمار انفرد. نيمار والتسديدة من النيمو والهدف الأول من نيمار يا جدعان. محدش يقول إن دوت جريش السنتر فاهم، لأن الخصم اللي في الماتش اللي قبله عمله. ويعني أعتقد من حق يعني إن أولالا كورة أسطورية عند فان دي فارت والأسيست. أولالا خدها من رجل المدافع والأسطورة ستيشكوف. يجيب جول من كرش الحوت. زي الفل يا رجال. كوندي في مهاب الريح. كورة أسطورية. لا لا حرام ما تجيش يا جدعان يعني فاهم. الراجل اخترق دافع وعمل مجهود أسطوري. يا عم هات يا عم. الله، شوف قلب نيمار. ماشي حلوة كوندي. طب مش فاول طيب اتزق والله. الله. كورة رودريجو، قطع رودريجو، كورة اسيست عند رونالدو والتسديدة والحارس. اوه لا لا. ميسي والكورة نيمار للدون والهدف الثاني من الدون. واديني بقى واحدة سي يا اسطى. دي فين السي يا اسطى؟ فين السي يا رونالدو؟ والهدف الثاني زي الفل يا جدعان. يا حكيمي يا اسطورة. يا جدعان حرام اقسم بالله الاجوان دي. شفت تشيك راح فين وحكيمي عمل ايه؟ لعبة الظاهر يا جدعان بجد ان في مشاكل في الدفاع، يعني مشاكل غريبة قوي بجد. يا اما انا اللي نحس بقى مش عارف. تعالوا يا جدعان نعمل تبديلات. ننزل هنا لويس دياز، وهات لنا كمان سانيه مكان الاسطورة رودريجو. يلا بينا نكمل. سانيه طع سانيه والكرة عند رونالدو انفرد ورونالدو والهدف الثالث من الدون. الاسطورة الصاروخ ماديرا. اديني واحدة سي بقى يا اسطى. طب انت رايح فين طيب؟ يا جدعان عاوزين السي يا رجالة. ورونالدو يا جدعان هدفين معانا في الماتش دوت، فحاجة زي الفل والله. الله جابرييل. يا جدعان قسما بالله حرام يا جدعان، ايه الدفاع ده؟ ازاي يا اسطى؟ ازاي الاجوان دي بتيجي يا جدعان؟ ولا جون من الجون بتاعته ولا جون حلو ولا جون. كلها الدفاع بيخرف وحاجة مش طبيعية بصراحة. هو هنا فاهم. شيل يا اسطى، شيل يا اسطى، شيل يا اسطى. فين دي لو كانت دخلت يا جدعان؟ ضربة الجزاء على ايه؟ يا الله. طب وريني ضربة الجزاء الأسطورية دي. وريني ضربة الجزاء الأسطورية.
الله 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 على ضربة الجزاء، يا ما شاء الله. جدعان اللعبة بايظة بجد، اللعبة بايظة في الدفاع. يلا يا عم تشيك واحد ده هنا. بصوا يا جدعان، انا هخليها في النص اتوقع يعني. يا جدعان الاربع تجوان غلط من الدفاع والحكم. مش طبيعي والله يا جدعان، اللعبة بايظة جدا في الدفاع. دياز ورونالدو. رونالدو. الله الله يا رونالدو. ما زالت ثانية. ثانية والدون. حرام 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 والله يا جدعان. تكسب بجد. حرام. زي ما شايفين يا جدعان، خصم كسب 4-3. جوان شفتوها بصراحة، جوان أسطورية. فاهم. فتمام يعني يا جدعان. يلا بقى نخش على الماتش ما قبل الأخير في فيديو النهاردة. يا جدعان جالنا خصم 3 شرط، يلا بينا نشوف تشكيلته. في 3125. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي يا جدعان. يلا بينا نشوف الأسهم. تمام، معانا رونالدو وميسي ونيمار عاليين. ممكن نجيب تشواميني. نجيب تشواميني عادي جدا. نجيب مين تاني؟ أعتقد دي التشكيلة المثالية اللي نبدأ بيها يعني. فنروح نشوف إذا تشكيلة الخصم. معاه مبابي، معاه ديفيدز كمان طلع له على ما أعتقد. معاه فان دايك، معاه ميسي الجديد، معاه ديل بييرو اللي هو البليدز، ومعاه نيمار المجاني، ومعاه برضه شوية لعيبة رايقة على الدكة. فيلا بينا على الماتش. ريجو كرة أسطورية عند نيمار. طب تلحق يا نيمو. والنيمار يلحق ويشوط، والهدف الأول بطريقة أسطورية عن طريق نيمار. وأسيست رايق أوي يا جدعان من رودريجو، عكسة ملعب كده فاهم، رايق. نيمار والأسيست عند رونالدو. روح. أوه. أوه لو فيها استعجال مني. فيها استعجال مني ولكن مش مهم. ميسي رودريجو ميسي رونالدو ميسي رونالدو رونالدو الارتو يا جدعان، مش ممكن سوء الحظ. ومرة تانية نيمار والهدف. دي مشيت معانا بصراحة. ولكن المفروض جون يا جدعان من الأول من رونالدو يعني بصراحة. رونالدو منحوس يا جدعان والله. ونيمار. واحدة مهارة يا نيمار. أوه لا لا. أسطوري نيمار. أسطوري أسطوري. مش قصدي المهارة دي يا جدعان، ولكن يعني مش مهم، المهم إنها جت جون في الآخر. تعالوا كده نعمل تبديلات. هو الخصم مدى على طول زي الفل. زي ما شايفين يا جدعان، الماتش يخلص بنتيجة 4-0. قدمنا أداء أسطوري والهاتريك لنيمار. واو. يعني نيمار جاب هاتريك بدون فاهم هدف. تعال نشوف كده التقييمات. نيمار 8.5 زي الفل. ميسي 7، 6.5. رونالدو 7، رودريجو 7 زي الفل يا جدعان. جدعان دلوقتي هنقيم اللعيبة اللي احنا جربناها النهاردة. أول واحد معانا هيكون هو الدون. زي ما انتم شايفين لعب معانا 4 ماتشات ب5 مساهمات، 4 تجوان وأسيست، كارت 10/10 بصراحة. تحركاته أسطورية وفينش طبعا عالمي، وبيفنش بالاتنين. هداته ما شفناش قوي، ولكن يعني هو ما اختبرناش قوي برضه في الهدات. تاني واحد هو ميسي، من أحسن الكروت المجانية لميسي. تحركات حلوة جدا. بساطته عالمية يا جدعان. بساطته عالمية. جاب معانا مساهمتين أي نعم، ولكن هو مظهرش برضه بالشكل اللي هو يعني. ولكن هو يظل كارت جامد. لو انت معكش كارت قوي أوي لميسي فانت ممكن تعتمد عليه عادي جدا. رودريجو 9/10 يا جدعان. ده ليه؟ لأنه ما ساهمش معانا بجوان يعتبر بالظبط. عمل معانا اسيستين، ولكن هو لاعب من اللعبة الخفيفة. انت عارفين بقى رودريجو خفيف كده بيراوغ. وعمل معانا اسيستات حلوة برضو. فرودريجو هنقيمه 9/10. معانا برضو على الدكة سانيه يعني ممكن اديله مثلا 7/10. هو مظهرش خالص معانا يا جدعان. يعني ممكن نبقى نديله فرصة تانية في الفيديوهات الجاية، ولكن سانيه في النهاردة مظهرش معانا تماما. فممكن نديله تقييم يعني مبدئي 7/10. الفيديوهات الجاية نبقى نعدله. فما جربناش حد تاني. فبس يا جدعان، ده كان فيديو النهاردة. عجبكم الفيديو متنسوش لايك والكلام ده كله، واشوفكم فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. والسلام عليكم.